المسلمين اجمعين. غادي نشوفوا ان شاء الله الرحمن الرحيم الطريقه ديال الموت كي كتجيك باش كتعرف، والطريقه باش غادي يكتشفوا واش مات واش ما ماتش. ردوا البال وغادي نقسموا على 3 ديال القسمات، واللي القسمه اللي كملناها وما فهمهاش شي واحد غادي نديروا عليها السؤال، حيت نكملوها نشوفوا واش كاين شي واحد عليه سؤال ونجاوبوا عليه ونطلبوا التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. اذا عندنا كتكون حدا الوالده ديالك، حدا الوالد ديالك، حدا خوك اختك، اي واحد صديق ديالك، وكتشدوا الموت اش غادي دير وباش غادي تعرف باش اش خصنا نديرو. اول حاجه فاش كيكون السيد كيموت باش كنعرفوه ان الاطراف ديالو البروديه كتبدا ليه من الرجلين، كتبقى تقيس ليه الرجلين ديالو، كتحس البروديه باردين وهي طالعه وحده وحده حتى كتوصل ليه باش تخرج. فاش كتخرج الروح ديالو كاين شي علامات. العلامه الاولى ان العينين ديالو كيبقاو مفتوحين. علاش؟ لان فاش كتبغي تخرج الروح كيتبعها بالعين، كيبقاو العينين ديالو مفتوحين. هاد الارنبه ديال النيف هادي كطيح، ما كيبقاش النيف واقف هكذا، كطيح يا اما على اليمين يا اما على الشمال. نردوا البال، هاد الارنبه ديال الانف كطيح، العينين ديالو كيبقاو مفتوحين. عندنا باش غادي نجربوا 3 ديال الحالات. الحاله الاولانيه وعندنا رقه ديال الرجلين. شفتوا هاد الرجلين كي دايرين عندنا؟ الشرح ديال واذا التفت الساق بالساق، هنا هاد البلاصه ما كتبقاش شاده، كتبقى الرجل كتكون دايره هكذا، كتولي مطلوقه. سبحان الله العظيم، هاد الرجل ما كتبقاش هكذا واقفه، كتولي مطلوقه. هادو 4 العلامات غادي نجربوا. اذا كنبداو كنقلبوا القضيه ديال العرق، واش الضرب ديالو مزيان، واش كيضرب واش ما كيضربش. كاين اللي كيكون صحيح ما كيبانلكش، واخا كدير يديك ما كتعطيش. المرحله الاولى كنقلبوا ليه هنا، هاد الضربات ديالو كيكونوا قراب بحال دابا راني كنحس بهم كينطروا، واش مازال فيه الروح او لا. الا تلفت في هاد الجوج هادو كندوز للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه هي اللي شفنا قبيله، شفنا شي مسائل بحال هكذا. شفنا المرايه والبيل. كنقولوا لاش كيصلح المرايه ولاش كيصلح البيل. المرايه كنديروا عليه هنا حدا النيف ديالو واحد 30 ثانيه او 40 ثانيه وكنعريها بحال دابا هنا راه فازقه شتيها ندا. اذا هذا مازال حي، مازال كيتنفس. اما الا لقينا درنا بحال هكذا وطلعنا لقينا لا ندار والو، السيد راه ميت. كندوزو للمرحله الثانيه واللي كنشوفوا الاطباء كيستعملوها، هي البيل. اول حاجه كيدير كيفتح ليه العين ديالو بحال هكذا وكيحل فيها البيل، كيشعل فيه البيل بحال هنا مثلا. فاش كتشعل البيل اش كيوقع؟ هذاك المومو ديال العين كيتزوما، كتشوفو كيدير كيكون محلول كيتجمع. واي واحد فينا حيت يمشي للدار يشد خوه ولا ولده الصغير ولا شي حاجه ويجرب، يقول له اجا ولدي نشوف ويجرب. ولكن عندك ديرها لعيالاتكم، راه يقول لكم بغيتو تقتلونا. حاولوا ما امكن شوفوا شي طريقه اللي هكا، حل ليه العين ودير هذا. جرب باش تعرف، راه بالتجربه باش كيكتسب بنادم. جرب كتشوف ذاك المومو ديال العين كيتجمع، ما تعاطاش معاك عرفوا باللي مات. ضربتي ما تحركش مات ما هادي، عرف باللي السيد مات. اذا عرفنا هذه المسائل هذه كامله. اي حاجه دوزناها غادي نديروها في الصاك باش نعرفوا باللي راه دوزنا كل شيء. البنات تحزين السيد مات، ثقنا باللي مات. دابا الحمد لله راه كاين اطباء كيجي كيدوز ليه بالسناطه وكيقول لك راه مات، باش يعطيك السيرتيفيكات ديال ديك شهاده الوفاه باش تقد المسائل ديالك. اذا عرفنا دابا السيد مات، اش خاصنا نديرو؟ هذه هي اللحظه اللي كتكون صعيبه، وهذه هي اللحظه اللي ما كيديرها حتى شي واحد. مجرد انني كنسمع باللي با او ما مات اش كندير؟ كنبقى كنغوت، كنبقى كندير كذا، ولكن كنسى شي مسائل اللي موصين عليها واللي هي كتسمى التجهيز ديال الميت. تجهيز الميت، شكون تجهيز الميت؟ هذا الميت هذا راه الا مات ليا يدو هكا راه غادي تبقى هكا، وإلا مات ليا برجلو دايره هكا راه غادي تبقى هكا. وفاش غادي نبغي نغسلو كنولي كنزيد عليا خدمه اخرى، انني خصني نجيب الماء السخون وغادي نبقى نكب الماء السخون عليه وغادي نبقى نمسدها ليه حتى كتطلق. لذا من الاول فاش كيموت السيد اش خصني ندير؟ هما هاد العمليات اللي غادي ندير. اش غادي نديرو؟ اول حاجه كنقصوا ليه الحوايج، اول حاجه كنقصوا عليه الحوايج، كتحيد ليه المسائل كلشي. هاد السروال، هاد الجاكيطه، السروال كتخلي ليه شي حاجه خفيفه، كتخلي ليه مثلا شورت ولا سروال خفيف او لا هنا شي تيشيرت ولا شي حاجه. علاش؟ مازال طري،
مازال تهزو بحال هكذا غادي تهز لك، تحيد ليه يديه هنا غادي تحيد لك. اما فاش كيموت راه كاين اللي كيتجمد صافي كيولي لك بحال شي صانون، خصك شحال باش تحركو. لذا ملي كيكون صغير هذا هو اللي كيتسمى تجهيز الميت، انني غادي نقص ليه الحوايج. وعلميا فاش كتخلي ليه الحوايج بزاف كتكون القضيه سخونه وما كيبقاش الجسم خدام، ما فيه لا دوره دمويه ولا والو، كيولي كيخرجوا لك شي افرازات وكيولي كيعطي واحد الريحه كريهه. كتلقى تبي تحيد ليه الحوايج وكتشم ريحه كريهه كتقول مناش خطا من ولادو ولا من باه ولا من هذا اللي ما دارش هذه القضيه ديال التجهيز. اذا قلنا كنقصوا ليه الحوايج. فاش نقصوا ليه الحوايج كنسرحوا ليه يديه، كتسمى تليين المفاصل. هذه يديه هنا غادي نشدها وغادي ندير لها بحال هكذا وغادي نسرحها ونطلقها، كتبقى هكا غادي تبقى. الاخرى عاوتاني غادي نلين ليه الصباع ديالو وغادي نعاود نطلقها وكنبقى انا. اذا هنا وكنسد ليه العينين ديالو كندير ليه بحال هكذا. كاين المره الا تعطلتي وما تسدونيش العينين، تعطلتي عليه كدير ليه تسد العينين هنا كتلقاه ما بغاوش يتسدوا. هنا كنمشيو لهاد البلاصه نيك السبر ديالها، كنمشيو لهاد البلاصه هذه هنا. هاد الصبع الصغير الغليظ انني كنجرو، كتجر ليه الصبع هنا كيتسدوا العينين ليه. عقلوا عليها مزيان. الا تعطلتي الا ما سديتيش عليه في البلاصه كتمشي ليه هذا الصبع الغليظ، كتجرو عندك بحال ما هكا كيتسدوا العينين ليه. هذه من جهه. اذا غادي ندوزو دابا للمرحله الثانيه اللي هي من مورا هاد التجهيز ديالو. فاش كنكملوا هاد الحاله هذه كنسجيوه اننا كنغطيوه وكنخليوه في شي بلاصه محفوظه باش ما يبقاش يدخل عليه بنادم ويخرج. علاش كنقولوا هذه القضيه هذه؟ باش ما تخافوش، الله يرحم لكم الوالدين وما تخلعوش. الشيء هذا الميت هذا راه هو يخاف منا حنا، ماشي حنا نخافوا منه. هو ميت، راه حنا اللي كنديروا فيه المصائب الكحله. وراكم كتسمعوا وراكم كتشوفوا شحال ديال المشاكل اللي كيوقع. ها اللي كيهز ليه الماء باش كيتغسل، ها اللي كيدير ليه الخبز في فمو، ها اللي كيسد ليه بحال واحد الناس انها مات ليه الام ديالها، وفاش جاو الولد ديالها اللي كان مسافر وعاد وصل معطل لقاوها كفنوها غسلوها صافي خرجينا. قال لهم بغيت نشوف امي ما خلاوش هذوك الغسالات. راه ضروري خصنا نشوف امي. كيقول لي لا راه الا سدينا الكفن عليه وعاود فتحنا راه خصنا نعاود نبدلوا الكفن. شي مسائل ما انزل الله بها من سلطان، وذاك المسائل عادي. وكنشوفوا الشهداء اللي كيخليو لهم الجهوم او اللي ماتوا في الحج كيخلي ليه الجهوم عريان عادي ما فيها حتى شي حاجه. فاش فتحوا ليها فمها لقاو هنا تاقبين ليها الشنفه هنا والفوقانيه ودايرين لها قفل ودايرين صوره ديال شي دريه مثقفه ولا شي وحنا دايرين لها وسادين عليها هذا. لذا شكون اللي خصو يخاف من الاخر؟ واش هو يخاف منا ولا حنا نخافوا منه؟ راه هو غادي يخاف منا. لذا شويه ديال الشجاعه الله يرحم لكم الوالدين. والتغسيل ديال الميت راه ممكن انني نغسل مرتي، ممكن تغسل الزوجه ديالك. سيدنا ابو بكر الصديق راه غسلته الزوجه ديالته، سيدنا علي غسل فاطمه الزهراء الزوجه ديالته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ما ضرك العائشه لو ميت زعما قبلي راه هنا غادي نغسلك. لذا راه ممكن الراجل يغسل مرته وممكن المراه تغسل الراجل ديالها، هذه عاديه. ماشي ضروري خصني نقلب انا على اللي يغسل ليا ونجيبو من ما نعرف منين. لذا كملنا المسائل هنا غطيناه. غادي ندوزو للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه اللي هي كي غادي نديرو نغسلو هذا السيد، الطريقه ديال التغسيل ديالو باش ندوزو للمرحله الثالثه. اول حاجه غادي نديرو في الطريقه. شكون اللي عنده شي سؤال بعدا في هذه الحاله هذه باش ندوزو للمرحله الثانيه؟ نعم. بالنسبه للشهادتين مزيان اللي فكرتيني بهذه القضيه هذه. كاين اللي كيكون كيموت انت حيت تكون حداه، كاين اللي يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. كاين هنا فاش كتكون حداه وكيكون كيموت ماشي كتبدا تقول ليه قول اشهد ان لا اله الا الله وكتبقى تعطيه الاوامر، لا كتبقى تعاود انت حداه هنا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. عيب شويه وتعاود تسكت شويه. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. الا مشى حتى استجب وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، اش خصك دير في هذه الحاله؟ ما تعاودش تهضر معاه، ما تعاودش تتكلم معاه. ماشي شي وحده كتكون كتموت وكتكون حتى تتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله تقول لا اما داك الذهيبات اللي ما نعطيوهم واش لاختي فلانه ولا اختي خرجتي عليها، لان غادي تقول لك عطيهم لبنتي الصغيره وتموت خرجتي عليها. لان الرسول صلى الله عليه وسلم اش كيقول؟ من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله اش
دخل الجنة. هذا حديث صريح لا غبار عليه، اجتاز القنطرة. لذا الله يرحم لكم الوالدين عيب بشويه. كاين هنا هذه الحاله راه الموت ماشي وحده، راه كاين اللي كتجيه بحال واحد القطره ديال الماء هابطه من شي قرعه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكاين اللي كتجيه صعيبه، وكاين اللي كيتصرف ليه اللسان ما كيقدرش يتكلم، ولكن ما كيتكلمش، ولكن كتشوفوا دار واحد العلامه انه هز يدو مثلا بحال هكذا دار اصبعو هنا، عرف بلي راه قالها ما تعاودش تكرر عليه، راه اللسان مصاب صافي، ما قول اشهد ان لا اله دار بحال هكذا، عرف بلي راه قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، اللي عطيه اتساع. اذا هنا الله يجازيك بخير اللي ذكرتيني. شكون اللي مازال عنده شي سؤال في هذه القضيه؟ ندوزو للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه ديال الغسيل. الغسيل غادي نحسب. نعم سي الحبيب. شتي هذيك القضيه ديال التقطر ديال الماء، راه سبحان الله عيل خرجينا، راه تقطري واخا تشرب ليه البحر، لانه الله سبحانه وتعالى راه الا بغى يسقيه غادي يسقيه هو من عنده. وعلميا غادي نقلبوا عليها وغادي نعرفوا علاش هذيك القضيه ديال الماء، علاش كتحتاجها وعلاش ما كيحتاجهاش. اذا قلنا القضيه ديال التقطر ديال الماء راه ما كاينش اللي كيقطر ليه بالصوفه، شي كيقطر ليه بهذا، هذيك المسائل نعطيوها اتساع. بالنسبه للاحتضار من يدخل على الميت؟ هنا القضيه مزيانه بزاف. القصه ديال الاحتضار بعدا اش خصنا نديرو؟ سوره ياسين، اقرأوا سورة ياسين على موتاكم. راه ماشي هي فاش نقراوها في المقبرة، شي القراءة ديال المقبرة راه ما كايناش، لأن القراية ديال المقبرة خصك تمشي تما كتعظ. القراية ما كيتقراش القرآن في المقبرة. ها فاش كيتقرا القرآن كيكون شي واحد كيموت كتقول لخوك ولا هذا هز المصحف قرا لنا سورة ياسين، وكيبدا هو كيقرا سورة ياسين كيسهل عليه الله سبحانه وتعالى هذاك الخروج ديال الروح. وكما قلنا كاين اللي كيتعذب في الخروج ديال الروح ديالو، ولكن ما نقولوش هذا راه ما مزيانش ولا خايب، لا، راه تقدر تكون هذاك الخروج ديال الروح اخر امتحان كيعطيه ليه الله لهذاك الميت باش يتلاقى معاه مزيان. لذا ما نحكموش حنا على بنادم، وما نحكموش على الاخر نقول مثلا سوء الخاتمه ولا حسن سوء الخاتمه، راه تبارك الله راه كذا ولا هذه، سوء حسن منظر الخاتمه ولا سوء منظر الخاتمه، انت كتشوف داك الشيء اللي عليك، ولكن عالم الله واش داك الشيء هو اللي كاين ولا لا. نعطيو مثال باش نفهموا. مثلا الفقيه ديال الجامع كان دايز من شي زنقه هنا، وهو يلقى واحد البنت لابسه واحد اللباس غير محتشم ما مزيانش، والخا شي كيلة بدا الله ولا مثلا شي شريرين تابعين هذيك الدريه، وقال انا نعتق هذه البنت هذه، وهزها بالطوموبيل ديالها قال لها بنتي ركبي نوصلك نخرج حتى نخرجك للشارع. هو راكبين نخرجوا للشارع ضرباتهم شي طوموبيل تقلبوا. اش غادي يقولوا الناس؟ لقينا الفقيه مع واحد البنت متبرجه، ولكن هو شكون اللي علم به؟ الله سبحانه وتعالى. قضيه اخرى الرسول صلى الله عليه وسلم فاش الناس كانوا جالسين في واحد الغزوه وكيقولوا ليه كيثنيو على واحد السيد، كيقول ليه شتي فلان تبارك الله عليه واش كيدير القتل كذا، قال لهم هو في النار، هو في النار. واحد الصحابي داروا شغل، قال انا غادي نعرف هذا علاش هو في النار، وبقى تابعه، وفعلا قتل هذا ضرب هنا ضرب قتل، ولكن واحد الوقيته تقاس، فاش تقاس ما قدرش يصبر، وهو يدير الرمح ديالو على البطن ديالو وهو يدخل فيه. الصدق داير هذا سقط لراسو، ولكن وكل ما كانش هذا الحديث اللي داز من قبل واش غادي نعرفوا؟ غادي نلقاوه شاهد، غادي نقولوا هذاك راه شاهد مات، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم والمعجزه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم بينت لنا بالله راه هذاك السيد راه هو في النار. لذا الله يجازيكم بخير شويه ديال الشجاعه. باقي شي سؤال ندوزو للمرحله الثانيه. اللي يدخل على الميت، اللي يدخل على الميت هو غادي نرجعوا لواحد القضيه اخرى. حنا حيت كنبغيو شي حاجه، ولكن الاراده ديال الله عاود كتبغي شي حاجه. كاين اللي كيكون حدا با ولا حدا مو سنين طويله واش كتوصل ديك الوقيته ديال الموت كيكون مسافر ولا كيكون شي حاجه وكيصدق محروم من هذيك اللقطه، وكاين اللي كيكون بعيد وكيحضر هذيك اللقطه. ولكن الا كنا حنا عندي اختياريين راه خصنا نحاولوا ما امكن نشوفوا شي ناس اللي صالحين، شي ناس اللي يذكروه، لان سبحان الله العظيم راه كاين اللي كتشوفه كيذكرك هو بالله. كتشوف فقيه، كتشوف مثلا شي امام استاذ ديالك شي حاجه كتذكرو، تقدر تبقى تذكر الله بوحديتك، غير هو النظره ديالته كيذكرك بالله سبحانه وتعالى. لذا نحاول ما امكن ندخلوا على الميت اللي كيكون مثلا اللي كنعرفوه انسان مزيان وكذا. كاين واحد الفتوى ان كاين المره فاش كتكون مثلا البنت المراه
او لا هذه كتكون عندها الدوره الشهريه ديالتها وكيقول لها لا انت ما كذا ما تدخلش على الميت، هذيك راه ما فيها حتى شي حاجه، دخل تودع باها او لا تودع امها اذا كان مات، راه ما فيها حتى شي حاجه هذه القضيه هذه، لانه كتوقع كثير. نتمنى الله التوفيق للجميع. غادي ندوزو للمرحله الثانيه، المرحله الثانيه هي ديال الغسيل. كي غادي نديرو نغسلوا هذا الميت هذا، واش غادي نحتاجو هاد المسائل اللي كنحتاجو؟ غادي نحتاجو قلنا هذا الصابون، هذا قلنا ما نحتاجوش، غادي نحتاجو هذا المقص، وغادي نحتاجو هذا الشيء، هذا الخيط والكافور. اذا غادي نحتاجو هذه المسائل هذه. اول حاجه الله يرحم لكم الوالدين هي هذا الساتير، هذا الساتير كيكون بحال هذا، شي حاجه اللي كتكون بحال جلد ولا شي اللي ما كتبينش، لان كاين اللي كيدير مثلا فوطه عيل كتخزك كيولي كلشي كيبان. اول حاجه انني كندير ليه الساتير اللي كيكون من السره ديالته حتى للركبه ديالته، هذا خصني هاد العوره ديالته ما نشوفهاش في خلال التغسيل كامل. ماشي كنقولوا راه ماشي مشكل، لا راه كاين المشكل، لان الله سبحانه وتعالى امرنا باش نتستروا، وهذا خطا كنوقعوا فيه وكنوقعوا فيه شحال من واحد. عندنا شحال من واحد كيمشي للحمام وكيدخل ولده صغير كيدخلوه هكذاك، ما لابس لا شورت لا سليب لا حتى شي حاجه، وكيقول لك راه صغير، راه ماشي مشكل، لا ماشي صغير، راه انت كتربي على هذيك الرذيله. من الاول خصو يتعلم يلبس المسائل ديالو. الله المراه كتكون كتغسل وكتغوت لبنتها تقول لها حكي لي ظهري، وكتقول لك لا ماشي مشكل هذيك راه بنتي، لا ماشي بنتك، واخا بنتك هي، ولكن بنتك في العبره ديالك خصك تحاولي ما امكن انك تستري العوره ديالك، وباش تربوا حتى الوليدات ديالنا على هذه المسائل هذه. لان كنديروا الخطا، وفي الاخر فاش كنشوفوا ولادنا كيديروا شي مسائل ماشي مزيانه كنبداو نقولوا من جانا الخطا جا منا حنا اللي بدينا بالخطا. لذا غادي نستروا العوره، وغادي نحيدوا ليه دابا داك الشيء اللي كتبقى من الحوايج، ان شورت ولا تريكو ولا سروال كنحيدوه ليه بشويه، واذا كان مزير عليه ولا شي حاجه في هذه الحالات كنستعملوا المقص. السفيطمه مثلا هنا كنديروا باش نعذبوها، باش ما نعذبوش كنديروا لها هكذا، كنقطعوها وكنميلوه شويه وكنجروها السليب ديالو او الشورت ديالو وكنحيدوه. اذا بقى لنا دابا مستعد للغسل. ثاني حاجه غادي نبدا، اول حاجه في الغسل هي انني كنبدا بالوضوء، كنوضيه الوضوء اللي كنتوضاو عادي. وباش كيبدا لنا الوضوء كيبدا لينا بالاستنجاء. اذا الاستنجاء كنستعملوا واحد الليقات، كيكون عندي ليقه كندير واحد الكيس بحال هكذا وكندير عليها واحد الشرويطه بحال هكذا. علاش؟ باش هاد الوقيته انا فاش غادي ندير ليه الاستنجاء من هنا، هاد الحجم ديال الشرويطه اللي داير هنا والكيس ما غاديش يعطيني انا الحجم ديال العوره ديالته ولا هادي. شوف الستره الى اخر حاجه. اذا هنا كندير بحال هكذا، كيكون معايا المساعد اللي غادي يبدا يكب لي الماء وانا غادي نغسلو. ولكن قبل ما نغسلو ما ندير هذه القضيه ديال الاستنجاء، خصنا نعصروا عليه الكرش ديالو شويه، بحال هكذا كتهزو هنا. دابا ما تعاونني ما والو، كنهزو بحال هكذا شويه وكنهز هاد اليد هادي هنا وكنبطا ليه 1 2 3. الا كان شي حاجه مستعده للخروج كتخرج، كان شي حاجه مستعده للخروج غائط او بول حشاكم كتخرج. باش غادي نديروا ليه الاستنجاء باش حتى نبداو، وفي الاخر غادي نلقاو بلي راه عندنا مثلا خارج ليه شي مسائل وخصنا نعاودوا ليه نوضيو. لذا هذه القضيه عقلوا عليها، وكنبقى ليه على الكرش ديالو هنا باش غادي ندير ليه الاستنجاء، وكنعاود نردو وما كنحاولش نطلقو بحال هكذا حتى كيضرب لي راسو، راه ميت وراه كسر عصر العظم ديال الميت بحال كسرتيه وحي. لذا نحاول ما امكن نركزوا مزيان فاش كنديروا هذه القضيه. علاش؟ لان ماشي بدا كيف واحد كان مريض شهرين او شهر كتلقى مسكين ما واكلش ما غيخرج منه والو، ولكن كاين واحد اللي كتلقاه معشي معنا اليوم وغدا مات، كرشو مازال عامره، مازال فيها الكسكسو والدجاج وما تفلي المسائل، راه لا بد ما غادي يخرج منه شي حاجه. ولذا هذاك اللي كيبغي يغسل خصو يكون مستعد لاي حاجه، اذا قلنا فاش كنكملوا كنديروا الكيس وكنديروا هذيك الشرويطه اللي قلنا، كيكب لي صاحبي الماء من هنا، وانا كندير ليه القضيه ديال الاستنجاء حتى كنكمل ما كاين والو كيخرج. انا كملت الاستنجاء من موراها غادي ندير ليه الوضوء عادي، انني كنجمع ليه يديه وكنغسل ليه يديه من 3 المرات وكنعاود نردهم بشويه. كنمشي ليه الشبعله تبعنا المضمضه وتبعنا الاستنشاق والاستنثار. باش كنديروهم ما كنديروش بهكا، كنديروه بالقطن، الطريف ديال القطن
كنفزكها وغادي ندوز ليه على فمو. 1 2 فزك 3 ونعاود ندير عاوتاني نفس العمليه للمناخر ديالو بحال هكذا. ها 1 2 3. هاد المسائل هادي اللي كتلوحوا اش قلنا قبيله الميكا ديال البلاستيك كلها هي تبقى تلح في هذاك البوبيله. من موراها غادي نغسل ليه الوجه ديالو، غادي نهزو شويه كيكب لي صاحبي وغادي نغسل ليه الوجه ديالو المره الاولى. علاش كنهزو؟ باش ما يدخليش الانف ديالو والفم ديالو. الجوجه والثالثه غادي نمشي ليه اليد اليمنيه، وحيت كيكون دابا كيغسل راه كيتلف، حيت كيكون ناعس هنا وراه كنشوفوا شحال من واحد كيبغيو يدفنوه، كيبغيو يحطوه على الشمال. لا قلب ما تقلب، رد البال فين اليمين ديالو. اذا اليمين ديالو هنا كنغسلوه 3 المرات. 1 كيكب عليا صاحبي، 2 3 ونعاود نغسل عاوتاني الشمال 3 المرات. كنمسح ليه على راسو عادي، كندوز ليه على ودنيه وغادي نغسل ليه رجليه. ياك هذا هو الوضوء، ما نسينا والو. اش غادي ندوزو دابا؟ غادي ندوزو للغسله الاولانيه، كاين غادي نديرو 3. وقال لك الرسول صلى الله عليه وسلم الا ما حصلش النقاء نديرو 5، والا ما حصلش النقاء نديرو 7، ونديرو حتى ل 9. اذا كنكون الفرد غادي نديرو 3. الاولانيه انني كنبدا ليه فاش كيكب لي صاحبي الماء لا ما لا والو، كنغسل ليه راسو 1 مزيان الوجه، وغادي نغسل ليه هذا الشق اليمني ديالو، هذا الشق اليمني اليدين، وكيكب عليا الماء من هنا. فاش نوصل هنا كندوز بحال هكذا ونغسل ليه رجلو. اذا غسلنا اليمنيه، هاد اليمين هذا اللي غسلنا عيا من الفوق. اش خصنا نغسلوا ليه الدار ديالو باش نكملوا ليه من كامل. كنهزو هاد الرجل كنديروه هنا، كنديروا ليه اليدي بحال هكا شويه هنا بوحدك، واخا تكون بوحدك كدير ليه هكذا كيتبعك. واخا يكون فيه 200 كيلو وغادي يكبر لك صاحبك وغادي نغسل. هنا هاد الساتير راه مازال هنا حتى كنكمل، وكنعاود نحطو بشويه. غادي نعاود نمشي للجهه الشمال، كنعاود نغسلو عاوتاني ونهبطو هنا، كنعاود نديرو كلها حتى نكملو نفس العمليه. كنديرو الرجل هنا ونديرو ليه يدو بحال هكذا وكيتغسل. راه ما كيعاونني ما والو، راه هكا اللي خصكم ديروا. الله يرحم لكم والديه ونغسلو حتى كنكمل. اذا ها الغسله الاولى درناها، كنعاود نطلق ليه يدو بشويه ونحط ليه رجلو. ها الغسله الاولى. الغسله الثانيه غادي نديروها باش غادي نديروها بالصابون. ها الصابون اللي قلنا السائل كنخويو وغادي ندوزو عليه الصابون كامل. هذه كتسمى ديال باش نقيوه، كنغسلو عليه الصابون كامل حتى يسالي. ومن موراها اش غادي نديرو له؟ غادي نديرو ليه نفس الغسله بالماء على راسو. عاوتاني ها الجنب اليمني ونقلبو نفس الشيء، وعاود الجنب ديال الشمال ونعاودو نقلبو. ها الجوجه. شكون اللي عنده شي اشكال هنا؟ بقات لنا الثالثه. شكون هي الثالثه؟ غادي نديروها بهذا، هذا اللي كيتسمى الكافور. هذا الكافور هذا راه ماشي شي حاجه اللي قاصحه، راه كيتفرت. كدير ليه بحال هكذا كيتفرت. انت شتو هذا؟ كنجيبو واحد 2 ولا 3 وكنفرتوه في واحد السل ديال الماء وكنخلطوه مزيان، وغادي نعاودو نغسلو ليه نفس الطريقه. الوجه ديالو، الراس ديالو، الوجه ديالو، الجنب اليمين، الجنب ديال الشمال حتى كيسالي. علاش كنديرو هذا الكافور؟ اولا كيبعد عليه الميكروبات، كيبعد عليه هذوك الحشرات. ثانيا كيبردو، فحتى الا كانت في شي وقيته سخونيه ولا شي حاجه كيبردو. ماشي دغيا كتلقى الريحه خارجه ويقدر يوقع عليه شي مشكل. لذا الكافور كنديروه. الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول صينا بالسدر. فوقاش غادي نديرو هذا السدر هذا؟ غادي نديروه في البلاصه فاش درنا الصابون. الا كان بغى يستعمل السدر يديرو في البلاصه فاش استعمل الصابون. هي الى غسله الاولى، الجوجه الثانيه، الثالثه الثانيه. اللي بغى يدير السنه ان يدوز حدا شي سدره ويجمع داك الورك ويخلي حتى يبس ويدقو، ويخلي واحد القريعه مجموعه يقول له من نهار نموت غسلوني بهذا. هذه هي الوصايه، ماشي الوصايه هي حيت نموت ديروا لي الفديه. الفديه راه مازال كيديرها حنا اللي كنديروها في المنطقه، راه ما كاينش شي واحد اللي كيديرها في شي منطقه. اننا كنجيب واحد العدد ديال الحجر وكندوز عليه التسبيح، كل حجره ب 100 سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، وكنحطوه في شي طره وكنقول لهم نهار نموت حطوها لي فوق القبر ويدوزوا للمقبره وشوفوا. كاين اللي يديرهم فوق الزلافه، كاين اللي يديرهم فوق الشاهي، كاين اللي يديرهم كل واحد يدير شي مسائل كما قلنا ما انزل الله بها من سلطان. كاين اللي كتلقاه داير زلافه، حيت كتقول لي علاش درتي الزلافه؟ كيقول لك باش يشربوا الطيور من هذيك الزلافه وندي انا لاجر. ايوا عرفتي بلي هذاك الماء اللي كيكون تما كيديروا به السحر. لذا الا كانت هذيك المعامله الا تشرب منه يدي لاجر، هي الا داروا به السحر راه غادي يزيد السيئات. الجريده كديروا الجريده
جريده الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي دار جريده، دات قال لك على قبرين وقال لهم انما يعذبان وما يعذبان في كبيره. الاول كان كيمشي بالنميمه والثاني ما كانش كيستبري من البول. قال لهم جيبوا له جريده، ماشي جريده، زعفه ديال الجريده. شي زعفه هي اللي جاب قسمها على جوج وحط على هذه، قال لي ما حدا هذه، ولكن هذا فعل خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وكون كان خاص بينا حنا. انا بعدا يمكن الا الشريط ديال الرشيديه كنحيدو كل مره يومين 3 ايام نحيد وحده نمشي نحطها على قبرته. واي واحد غادي يديرها غادي تلقى النخله مسكينه بلا جريد. اللي نحاول ما امكن نديروا السنه. ما كاينش الفيديو، ما كاينش الزلافه، ما كاينش بريق، ما كاينش جميله. راه ولينا داخلين في المقبره راه بحال داخل شي متحف. ها الطاجين، ها المقطه الطاجين، ها الزلافه، ها السطله، ها السطيله، كل شيء. هذه المسائل التفاصيل ديال البديع. واحد داير لهم التفاصيل ديال الماكله، الفراخ، وداير لهم شي، كتلقى شي ديكورات كتقول واش حنا في بلاد النصارى ولا المسلمين. لذا الله يرحم لكم الوالدين لما نحاول ما امكن نديروا السنه. اذا كملنا الغسيل ديال السيد، غادي دابا نشوفوا واحد جوج ديال الملاحظات او 3 وكنوقعوا فيها خطا. شكون هو الخطا الاول؟ ان كاين شي مره فاش كيكحل ليه الوجه ديالو، الميت كيكحل ليه الوجه ديالو، وإلا شفتو انا كنتخلع كنقول غسلنا واحد خينا وكحل ليه الوجه ديالو. ولا كتخرج غسلتيه انت وكيقول لك شي واحد امضرا كي داز التغسيله، كتقول ليه وا المهم راه غسلتي ليه با، وغادي تقول ليه وا المهم. كيفاش كيوا المهم؟ زعما اش بان لك فيه؟ لذا حاول ما امكن اللي كيدير هذه القضيه هذه رد البال، ورد البال المصطلحات اللي كيقول لهذوك الناس ديال راه مكلومين مساكن، ما تزيدش تكمل عليهم. ثاني حاجه قلنا كل المره الاولى الا كحل ليه الوجه ديالو، وجهه كحل، هاد القضيه هذه راه ماشي سوء الخاتمه. غادي تمشي تقلب ليه هاد العروق هادو اللي هنا، هاد جوج عروقه غادي تلقاهم منفوخين، غادي تجيب الماء السخون وكتبدا تمسدهم، مسد بحال هكذا، واحد شويه كيخرج ليه دم كحل من فمه ومن النيف ديالو. هذا مات بالضغط ديال الدم. سمع شي حاجه ماشي هي هذيك، تبوشاو ليه العروقه، ديك العروقه اللي ما كيدوزوش ولا الوجه ديالو كحل. فاش كيخرج ليه النيف ديالو والفم ديالو من هنا كيولي الوجه ديالو كيرجع عادي، وهذه كتوقع ساعتين من بعد الموت. كيموت ساعتين كتلقى الوجه ديالو كحل. هذيك الوقيته الساعتين كتكون تراك بغيتي تغسلو كتصادف مع القضيه. كاين القضيه الثانيه هي كتكون كتغسلو واحد شويه كتلقى الشعر ديالو كيطيح، ديال اللحيه، الشعر ديالو ديال الصدر ديالو، الشعر ديال العانه ديالو كيطيح. هنا في هذه الحاله هذه كيقول لك هذاك السيد راني ميت جنائيا، راني واكل شي سم. باش ترد بالك مثلا اللي تبعت لهم كتف هذه، شكون غسل ما شكون غسل، اش لاحظتي فاش كنتي كتغسل؟ اييه كنت كنغسل، واش وقع اش وقع اش وقع. لذا راه ماشي غير جي وغسل ولا جيو المسائل، خص فهم يدخل شي مسائل علميه. عندنا قضيه اخرى هي مثلا كتلقى شي واحد قالوا لك راه غادي تغسل لنا خونا راه طاح مسكين من الدار الفوقانيه الدوزيام طاج، وكتجي انت كتغسلو، فاش كتدخل كتغسلو كتلقى عينيه مفتوحين نص فتحه وكتلقى يديه دايرين بحال هكذا. هذه القضيه هذا كيقول لك ميت جنائيا، كيقول لك راه دافعني شي واحد، ما ميتش انا طبيعي. اما اذا كان ميت طبيعي واخا يطيح من السابع ويتفرشخ كامل كتلقى يديه مطلوقين، لقيتيه داير بحال هكذا سواء غارق سواء طاح من شي بلاصه، كتعرف باللي هذاك راه دافعو شي واحد، كيقول لك راني ميت جنائيا. كاين اللي كتلقاه القشره ديالته، هذه القشره كتحل كتلقى بحال القشره كطيح، هذاك كيقول لك اودي راني كنتكون كنستعمل شي مسائل كيماويه، بحال مثلا اصحاب السرطان الله يشافيهم كتستعمل هذاك الشيمي والمسائل، كتقدر يديه هنا بحال كطيح لواحد القشره خفيفه ما تخلعكش، راه هذاك الماده السامه اللي داخل صحته هي اللي كتخرج. لذا هادو مسائل معلومات بسيطه نقدروا تفيدكم اللي بيدخل لهذا المجال هذا، او لا اللي حضر باه ولا مو ولا اختو طول العمر، الجميع يرد البال المسائل هذه. دابا غادي يكملنا التغسيل. شكون اللي عنده شي سؤال باش ندوزو للمرحله الثالثه؟ هذا السؤال هنا، هذا السؤال هنا